السلام عليكم وحلقة جديدة معانا هنا في القناة. بنزل فيديوهات وبنزل حلقات ويعني ومشاركات واقتراحات وكده يعني، لكن بقابل حاجات كتير في الكومنتات مش لطيفة شوية، زي انت بتهبل، انت بتقول اي كلام خرافات وروح نام والكلام ده يعني مش كلام يتقال لحد مثلا بيقول وجهة نظر او حاجة حصلت فعلا وبتحصل وهتحصل. لكن خلينا نتكلم بالعقل شوية. لا، لأن العقل زينة. لما أنا أجيب لك يعني خبر ومصدر موثوق، مش حاجة وحشة نزعلك أنت عشان الخبر مش عاجبك، فهو أنت مش مستحمله ومش هسمعه. ودي مش غلطتي حضرتك، لا دي غلطة حضرتك، إن أنت مش عاوز تسمع حاجة مش عاجباك. يعني أنت مثلا عايز تسمع إن الأهلي هو اللي خد من الزمالك، مش أسمع الزمالك خد من الأهلي. ليه انت محجمها للدرجة؟ ما مش فاهم. انت كده يعني مشكلتك مشكلة نفسية من جوه. تمام. انت لو تعرف ان الخبر اللي جايلك فيه النهارده هو صفقات نادي الزمالك القادمة، يعني بخلاف بقى اللعيبة اللي احنا اتكلمنا عليها. احنا معانا صفقتين تقال جدا، تقال جدا جدا جدا، بخلاف بقى ان احنا اتكلمنا عن ربيعة والشحات، واتكلمنا عن ياسر ابراهيم، واتكلمنا كمان عن مين تاني. احنا اتكلمنا عن رمضان صبحي كمان، واتكلمنا عن مصطفى فتحي، واتكلمنا عن عبد الرحمن مجدي. تمام. واتكلمنا لعيبه كتير بصراحه. محمد شريف اتكلمنا عنه في حلقتين مش حلقه واحده، لكن محدش مصدق لان خبر مش عاجبهم يعني. تعالى نشوف خبر النهارده، هو بعيد تماما عن النادي الاهلي. صفقه الزمالك اللي جايه فيها بن شرقي جاي الزمالك. يا عم الراجل راجل تمام وظابط، لكن انا مش قصدي بن شرقي بتاع الاهلي، انا قصدي محمد بن شرقي بتاع غزل المحله. محمد بن شرقي، مش قصدي اشرف بن شرقي. تمام. والله يا جماعه كل واحد بيتكلم عن المزاج، انا بتكلم عن قصدي عن محمد اشرف بن شرقي. في اشرف بن شرقي، انا بتكلم عن محمد اشرف بن شرقي، لاعب غزل المحله وسط الملعب، لاعب قوي جدا، من الأعمدة الرئيسية في غزل المحلة، عامل موسم رائع السنة دي، عامل مباراة قدام النادي الأهلي قوية جدا جدا جدا، وهو تقريبا اللي شايل فرقة غزل المحلة. محمد بن شرقي موسم هايل، إشادة قوية حصلت له من لجنة التخطيط في نادي الزمالك، إشادة أكتر من فريق السكواتنج بتاع نادي الزمالك. حاجة يعني كانت كويسة جدا في غزل المحلة. في صفقة كمان نادي الزمالك بيتعاقد مع حاليا، وهو محمد علي بن حمودة. وانا ما اعرفش محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان لاعب بيلعب في فريق مجري، هو كان بيلعب في الترجي، انا ما اعرفش اسم الفرقه بصراحه بتاعت المجر، لكنه لاعب خط وسط قوي جدا 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 جدا. والصفقه هتزعل الاهلاويه. طب ليه هتزعل الاهلاويه؟ عشان الاهلي كان عايزه واللاعب رفض. ليه؟ عشان كان جاي بفلوس قليله شويه، والكلام مش عاجب الوكيل والكلام ده كله. حاجه كده زي ابو زيزو الزمالك، ابو زيزو كان عاوز 20 مليون لو 21 مليون قيمة عقد يعني، والباقي لزيزو. تمام، ده اللي احنا بنتكلم فيه. طيب محمد علي بن رمضان لو جه مسك نص الملعب، مين اللي هيمشي؟ اوتوماتيك عبد الله السعيد. اوتوماتيك يا عبد الله السعيد يا اما ناصر ماهر. عبد الله السعيد ناصر ماهر. طب هل ممكن يسيبوا اللعبه دي وعبد الله السعيد وبن رمضان؟ اتمنى. نص الملعب هيشتغل معاك احمد حمدي جاي من المصابه كمان، معاك لعبه كويسه جاي في نص الملعب كويس، محمد شحاته معاك كويس، هتمشي دونجا طبيعي. انا نفسي يمشي خلاص اخر عقده شهر 6 الجاي، فدي من امنياتي ان هو يمشي. انت كمشجع زملكاوي شايف ان انا اهم بن شرقي ولا محمد علي بن رمضان؟ اشوفكم فيديو جديد. سلام عليكم ايها الزملكاوي.